بعد كده مرحله الدمج، بعد ما صبيت الخرسانه محتاج انا عندي فيه فراغات هوائيه جوه الفورمه، في حديد تسليح كثيف، ففي شويه خرسانه ما دخلوش في المكان ده. انما لما ادمج الخرسانه دي تخش في الفراغات في الفرم اللي ما دخلتلهاش خرسانه، في اي فراغات تجاويف هوائيه تطلع لي ايه على سطح الخرسانه. انا لما اجي بهز الخرسانه بقلل الاحتكاك بتاع الحبيبات الركام الكبيره دي او حديد التسليح، بقلل الاحتكاك ما بينه وما بين المونه فبينزل لتحت، فبيطلع كميه الهواء او الفراغات دي بتطلع على السطح. فبالتالي بزود الكثافه بتاعت الخرسانه، لو في اي فراغات بتقلل لي الكثافه بتاعتها انا بزود الكثافه دي بتقليل الفراغات، وبالتالي مقاومه الخرسانه بتاعتي هتزيد وتحملها مع الزمن هيزيد، تماسكها مع الحديد لان الفراغات دي بتقلل التماسك ما بينها وبين الحديد، لا هي هتمسك في الحديد كويس. الفراغات دي ممكن لو صبيت على الخرسانه شويه ميه هتمص الميه دي وهتدخل لي الميه جوه الخرسانه وجوه الحديد يصدي، لا هي هتقلل امتصاص الميه، تقلل من التغيرات الحجميه او الساونس اللي هي التمدد والانكماش. لو عندك نسبه فراغات من 5 ل 10% من حجم الخرسانه هتقلل من مقاومتها بنسبه 30 ل 50%، يعني نسبه كبيره جدا، نص ممكن تفقد نص مقاومه الخرسانه نتيجه انك ما دمجتش الخرسانه كويس. لكن خلي بالك لو دمجتها زياده ايه اللي ممكن يحصل؟ هيحصل حاجه اسمها النزيف، ان هي الميه اللي جوه المونه هتاخد الاسمنت معاها الحبيبات الناعمه وهتطلع لي فوق الايه؟ فوق سطح الخرسانه، تعمل لي طبقه هشه ضعيفه من المونه وتسيب الركام تحت من غير، فبالتالي المقاومه تحت ايه؟ تبقى قليله جدا وفوق قليله جدا نتيجه هشاشه الايه؟ المونه دي. الانفصال يحصل انفصال حبيبي برضو لو دمجت بزياده، زي ما قلنا الاهتزازات الزياده دي يحصل لي ان الوزن الحبيبات الكبيره هتنزل كلها تتراكم تحت وهتسيب المونه الناعمه فوق، خاصه لو كانت قابليه التشغيل بتاعه الخرسانه دي عاليه جدا. يعني الخرسانه كل ما كانت قابليه التشغيل بتاعتها عاليه، السيوله بتاعتها او اللدونه بتاعتها عاليه، بتحتاج دمج اقل. انما لو الخرسانه ناشفه جدا تحتاج انك تدمجها بزياده اكتر. ممكن تدمج على اكتر من مره، يعني ممكن تدمج خرسانه وبعدين تسيبها شويه بحيث ان الفراغات لو في لسه فراغات فيها تدمجها مره ثانيه، لكن خلال فتره زمن الشك الايه؟ الابتدائي. عدى زمن الشك الابتدائي ما بتقدرش تيجي ناحيه الايه؟ الخرسانه تماما. ممكن تدمج باكتر من طريقه من طرق الدمج. زي ايه مثلا طرق الدمج عندنا؟ الدمج اليدوي، انك كنا في المعمل لما بنيجي نعمل قالب، نعمل اختبار الهبوط، نعمل اي حاجه، كنا بنجيب السيخ الحديد او الرد وكنا بندمجه كام مره على سطح الخرسانه بحيث ان احنا ننزل الزلط التقيل ده تحت ونحركه جوه الخلط. ممكن اجيب عتلات يدويه كده من تحت وادمج الخرسانه من فوق، طبعا تاثيرها ضعيف جدا، يوصل 10 سم ل 15 سم من السطح. ممكن ان انا اجيب شاكوش وعندي عمود وادق على العمود من الجنب من تحت، احرك الفرم يعني بحيث ان هي لو في خرسانه ماسكه في الفرمه زلطه مثلا معطله الخرسانه فوقيها تنزل تحت تتحرك وتخش لي جوه الحديد مثلا او كده. فممكن ان انا اطرق بالمطرقه برضو طرق خفيف بحيث ان انا ما اثرش على الفرم بتاعتي. الدمج الميكانيكي بقى ان انا بجيب هزازات، بجيب معدات بتعمل لي حركات اهتزازيه ليها ترددات بتقلل لي من الاحتكاك ما بين الركام ده نتيجه الاهتزازات دي. طبعا كفاءتها اعلى وسرعتها اعلى وسهولتها اعلى، وتفضل كمان لما كانت الخرسانه بتاعتك القوام بتاعها صلب او جاف ما فيهاش ميه كتير. زي الهزازات الميكانيكيه دي عندي ليها انواع. في الهزازات الداخليه دي عباره عن عمود معدني قطره بيوصل ل 15 سم، طوله بيوصل لنص متر. الانبوبه دي متصله بوحده طاقه كهربائيه بتعمل لي اهتزازات. يبقى انا عندي موتور متوصل بخرطوم كده سهل الامور، مرن يوصل لاي حته، وفي الاخر العمود ده هو اللي هو اللي بيهتز جوه الخرسانه. فبغرز العمود ده راسي كده في البلاطه مثلا او في القاعده بتاعتي على مسافات متباعده،
كل هزاز بيبقى ليه مواصفات، دايره التاثير بتاعته الاهتزازات بتاعتي بتوصل قد ايه، فبعمل الدوائر دي بحيث ان هي تبقى متداخله والخرسانه بتاعتي تبقى مدموجه كويس في الاخر. في دايره التاثير بتوصل لحد 60 سم، لحد لما الاقي الفقاعات بتاعتي دي طلعت على السطح بشيل العمود ده واحطه في الايه في المكان الثاني. طبعا دي احسن طريقه لان انا بدمج مباشره الخرسانه، بتوصل لي الاماكن بعيده جدا، الخرطوم بيوصل لي لمسافات كبيره جدا، سهل ان انا انقله طول ما انا ماشي في الموقع، معايا الموتور ده ومعايا الهزاز ده بيهزل لي ايه بسهوله جدا في اي مكان بنقله معايا. تاني نوع الهزازات الخارجيه، عباره عن هزاز بركبه على الشده نفسها من بره، عندي حيطه مثلا او عمود بركب عليها بثبت عليها الهزازات دي، تبدا لي هي تهزل لي الفرم، زي ما كنا انا بضرب على المطرقه بالمطرقه على الفرم، هي بتهزل لي الايه الفرم بتاعتي من بره. بستخدمها دي بتبقى مناسبه لايه للوحدات البريكاست في مصانع بتعمل لي سابقه الصب. خرسانه سابقه الصب دي هي بتتصب جاهزه في المصنع وبتروح الموقع بتتركب مع بعض ايه وتعمل لي المنشأ بتاعي شويه تركيب كده. في المصانع دي انا عاوز انتج وحدات كتير، عاوز اسرع معدل الانتاج، فبتبقى سهله عمليه الاهتزاز دي ان انا اركب على طول على الفرم وتهزل لي الايه واركب على اللي بعده وتهزل لي وهكذا. بتبقى سهله برضو للعناصر الايه الرئيسيه، الفرم بتاعتها بتبقى تخانتها صغيره لان دايره التاثير بتاعتها بتوصل اقصى حاجه 75 سم، وانا عندي سمك اكتر من 75 سم وركبت عليه من بره، ممكن تاثير الهزازات دي ما يخشليش ايه جوه الخرسانه. عندي بعد كده الهزازات السطحيه، دي عباره عن قاعده كده من تحت مسطحه خلاص محمل عليها هزاز من فوق بيهز، زي ما انا كنت بدمج بالعتله كده من فوق، لا دي حاجه ايه ميكانيكيه بتهزل لي. ميزتها ايه ان هي ممكن تساوي لي السطح اثناء عمليه الدمج نفسه، يبقى لو عندي السطح عايز اساويه دي برضو بتساوي السطح في نفس الايه في نفس الوقت. مناسب جدا لايه بقى للعناصر الافقيه لاني بمشي فوق الايه بمشي فوق الخرسانه بيها، فبالتالي عندي طرق، عندي ارصفه، عندي بلاطات كباري، بلاطات مطارات. بعد كده طاوله الاهتزاز، ودي اللي بنستخدمها كتير في المعمل، طاوله ثابته وعلى المتركب على الفريم بتاعها هزاز ثابت، بفتح الهزاز ده يهزل لي الطاوله. انا بجيب المكعب او بجيب الاسطوانه اللي بعملها عندي في المعمل بحطها على الطاوله دي بحيث ان الطاوله دي لما تهتز تهزل لي الايه تهزل لي العينه بتاعتي. وبرده بستخدمها في المصانع بتاع الخرسانه سابقه الصب البريكاست، بحيث ان هي تبقى خط الانتاج بتاعي الخرسانه الوحده بتاعتي تتصب تتنقل على طاوله الاهتزاز دي تهزل لي عينه تطلع تتساب تنشف وبتزود لي معدل الانتاج.